أصعب حاجة مش إنك تموت، الأصعب إنك تصحى من غيبوبة تلاقي أهلك سايبين لك رسالة مكتوب فيها ما تصحاش. الشوارع فاضية ولندن بقت مقبرة مفتوحة، الصوت الوحيد اللي هتسمعه مش صوت بشر طبيعيين. ده مش فيروس بيحول الناس لزومبي، ده فيروس بيحولهم لغضب حقيقي. ودي كانت أول 28 يوم نهاية العالم بدأت فيهم. البداية كانت في نص الليل في إنجلترا، 3 شباب من ناشطي حقوق الحيوان قرروا يعملوا فيها أبطال واقتحموا مركز أبحاث سري في كامبريدج. كانوا فاكرين إنهم جايين ينقذوا حيوانات مظلوم، لكن أول ما نزلوا تحت فهموا إن الموضوع أكبر من كده بكتير. قدامهم صفوف من قرود الشمبانزي مربوطة قدام الشاشات بتعرض مشاهد عنف وقتل ودمار، تجربة نفسية مرعبة اسمها الغضب. الدكتور المسؤول قفشهم وهو بيترعش من الرعب وصرخ فيهم أرجوكم ما تلمسوش الأقفاص. طبعا الشباب بكل غباء افتكروه بيخوفهم عشان يمشوا، وبكل غباء فتحوا قفص لواحد من القرود دي مصابة بفيروس معدي وخطير جدا اسمه الغضب. في ثانية القرد هجم على واحدة منهم بغل مش طبيعي وعضها. زمايلها قتلوا القرد، بس المصيبة هنا بدأت. البنت بدأت ترجع دم في وش أصحابها، وفي أقل من دقيقة عينيها قلبت أحمر وتحولت لوحش هاجم على كل اللي في الأوضة. وبعد 28 يوم من الحادثة دي بنروح لمستشفى فاضية تماما، وبنشوف شاب اسمه جيم بيفوق من غيبوبة طويلة، بيقوم من سريره ومش فاهم حاجة، بينادي يا ناس يا دكاترة، مفيش رد، السكوت مرعب. جيم خرج للشارع ولقى لندن اللي كانت مكسرة الدنيا عبارة عن مدينة أشباح، مفيش عربية بتتحرك ومفيش صوت بني آدم، والزبالة والدمار في كل مكان. لقى جورنان قديم مكتوب عليه إن بريطانيا حصل فيها نزوع جماعي، ولوحة إعلانات ضخمة عليها آلاف الصور لناس مفقودة. جيم دخل كنيسة يدور على أمان، لقى رسائل غريبة ومخيفة مكتوبة على الحيطان، ولما دخل القاعة الرئيسية شاف المنظر اللي خلاه يتجمد، تلال من الجثث المتعفنة. فجأة كم واحد من وسط الجثث بدأوا يتحركوا وبصوله بنظرات مرعبة. في اللحظة دي طلع له القسيس بتاع الكنيسة، بس ما كانش قسيس، كان وحش مصاب هجم عليه بكل قوته. جيم بآخر لحظة ضربه بشنطته اللي مليانة كنزات وجري عشان يهرب بجلده. جيم لقى نفسه في موقف لا يحسد عليه، فضل يجري وكل الزومبي اللي كانوا في الكنيسة طلعوا وراه لحد ما وصل لمحطة بنزين، وهناك ظهر مارك وسيلينا وبدأوا يرمي قنابل مولوتوف على الزومبي عشان يحرقوهم. وأول ما جيم بقى في أمان معاهم رموا قنبلة على المحطة وفجروها بكل اللي فيها عشان يضمنوا إن مفيش حد وراه. بعد المعمعة دي أخدوه للمخبأ بتاعهم اللي كان عبارة عن محل حلويات مهجور في أنفاق المترو تحت لندن. جيم حكى لهم إنه كان في غيبوبة بسبب حادثة عربية، فسيلينا صدمته بالحقيقة المر، قالت له إن في فيروس مرعب هرب من مركز أبحاث وانتشر في بريطانيا كلها، والناس اتحولت لوحوش والمجتمع انهار تمام. الجيش والشرطة والحكومة كل ده ما بقاش ليه وجود، والبلد بقت عبارة عن مقبرة كبيرة. رغم تحذيرات سيلينا إن أهله بنسبة 100% ماتوا، جيم صمم يروح يشوفهم. مارك وسيلينا وافقوا يروحوا معاه عشان يفضلوا مع بعض. تاني يوم الصبح مشيوا في شوارع لندن الفاضية بحذر لحد ما وصلوا لبيت جيم. هناك الصدمة كانت أقوى مما جيم يتخيل. لقى والده ووالدته قرروا ينهوا حياتهم بنفسهم عشان ما يبقوش وحوش، ولقى جنبهم رسالة أخيرة لجيم كاتبين فيها ما تصحاش، كأنهم بيقولوا له إن الموت أو الغيبوبة أحسن 1000 مرة من العالم اللي هو صحي فيه ده. جيم قعد يبكي بحرقة، لكن سيلينا ومارك قالوا له إنه لازم يحمد ربنا إن أهله ماتوا بسلام وهم لسه بشر، لأنهم اضطروا يشوفوا أهاليهم وهم بيتحولوا لوحوش قدام عينيهم، وقرروا يقضوا الليلة دي في البيت ده. بس جيم قلبه كان وجعه وما قدرش ينام، فقام يشغل فيديوهات قديمة لعيلته. النور اللي جيم فتحه كشف مكانهم، وفجأة 2 من الزومبي كسروا الشباك وهاجموا عليه بغل. جيم قعد يقاوم ويصرخ، فجرت سيلينا ومعاها مارك وخلصوا على الوحوش بمنتهى العنف والاحترافية. سيلينا فحصت جيم بسرعة عشان تتأكد انه ما تعضش او حتى وقعت نقطة دم في بقه، بس المصيبة كانت عند مارك. مارك اتجرح في دراعه والدم بتاع الزومبي غرق الجرح، ومن غير ما تتردد ثانية واحدة سيلينا طلعت السيف ونزلت فوق مارك قطعته حتت لحد ما مات قبل ما يلحق يتحول. وقالت لجيم ببرود مرعب لازم نمشي حالا، الريحة والوشوشة دي هتجيب باقي القطيع. وفعلا غسلوا نفسهم وغيروا هدومهم واخدوا كل المؤن اللي في البيت وخرجوا. وسيلينا حذرت جيم في العالم ده لو حد اتصاب لازم يتقتل فورا، مش مهم كان قريبك ولا صاحبك، مفيش مكان للمشاعر. وهم ماشيين لمحوا انوار بتنور وتطفي جايه من عماره سكنيه قريبه، فراحوا يستكشفوا مدخل العماره وكان كله عربيات تسوق محشوره فوق بعضها، فعدوا من فوقها وطلعوا السلم. وهم في نص السلالم سمعوا صوت صريخ الزومبي اللي دخلوا العماره وراهم وبداوا ينطوا فوق العربيات هم كمان. جيم وسيلينا بداوا يجروا على السلم بسباق مع الموت، وفجاه وهم طالعين اتجمدوا مكانهم لما لقوا السكه مقفوله براجل لابس لبس حمايه كامل. الراجل ده ما قتلهمش، لكن اداهم رقم شقته ومكانها بسرعه وقفل الباب وراه. الراجل اللي لابس لبس الحمايه فرانك وقف
قلب ميت يواجه الزومبي كان بيصدهم بدرعه وبيضربهم بمضرب بكل قوته لحد ما جيم وسلينا وصلوا باب الشقة. البنت اللي جوه هانا مرضيتش تفتح الباب غير لما اتأكدت ان ابوها رجع سليم، واول ما دخلوا فرانك وبنته هانا استقبلوهم احسن استقبال، وطلع ان الشقة دي هي اللي كانت بتطلع الانوار عشان فرانك كان نفسه حد يشوف اشارته ويجي يونس وحدته. تاني يوم فرانك اخد جيم للسطح ووراه جرادل كتيرة فاضية وقال له ان الدنيا ما مطرتش من فترة والاكل والمية بيخلصوا وبالوضع ده مش هيقدروا يكملوا في الشقة دي كتير. بعدها فرانك سمعهم تسجيل عسكري شغال على الراديو بيكرر نفسه بيقول ان في عساكر بيقدموا حماية للناجين في منطقة بره مانشستر، ومش بس كده دول واعدينهم بالحل النهائي للفيروس. سيلينا كالعادة كانت شاكة في الموضوع وقالت ان ده ممكن يكون فخ او تسجيل قديم ملوش لازمة دلوقتي، بس هانا بكلمتين من قلبها قدرت تقنعهم ان المحاولة تستاهل المخاطرة لان كده كده الموت مستنيهم لو فضلوا مكانهم. الاربعة جهزوا نفسهم واخدوا كل اللي يقدروا عليه وركبوا تاكسي فرانك وبدأت رحلتهم لمانشستر. وهم ماشيين في لندن شافوا حجم الدمار والجثث اللي مالية الشوارع كأنها نهاية العالم فعلا. المصيبة حصلت لما وصلوا لنفق لقوا الطريق مسدود تماما بكومة من الجثث والعربيات المتكسرة. فرانك ما كانش قدامه حل غير انه يدوس بنزين ويقتحم الكومة دي بعربيته عشان يفتح سكة، وفعلا قدروا يعدوا من وسط القرف ده. بس وهم خارجين من النفق اكتشفوا ان الكاوتش العربية فرقع وبقوا في نص الطريق مكشوفين. اول ما نزلوا عشان يغيروا الكاوتش سمعوا صوت غريب جدا وفجأة لقوا مئات الفيران بتجري ناحيتهم بهستيريا، وهنا فهموا الزتونة الزومبي جايين ورا الفيران دي وبأعداد مهول. ما كانش في وقت يستخدموا فيه الكوريك، فجيم وفرانك وسيلينا شالوا العربية بايديهم بقوة مرعبة وهانا هي اللي ركبت الكاوتش بسرعة البرق. خيالات الزومبي بدأت تظهر وهم بينطوا فوق العربيات المتكسرة وقربوا منهم جدا، بس على اخر ثانية ركبوا العربية وطاروا قبل ما حد يلمسه. وبعد كذا ساعة سواقة وصلوا للأرياف ووقفوا عند استراحة عشان ياخدوا بنزين من عربية نقل مهجور. جيم الفضول اخده ودخل المبنى ولقى عيلة كاملة ميتة، وفجأة هجم عليه طفل زومبي صغير. جيم ما كانش قدامه حل غير انه يقتله عشان ينجو، والموقف ده ساب جرح جواه. وبعدها كملوا طريقهم في الريف اللي كان لسه محتفظ بجماله وهدوءه رغم القرف اللي في المدن. وقت العشاء وقفوا يتفرجوا على خيول بتجري بحرية وكأن مفيش نهاية عالم ولا حاجة. سيلينا بدأت تفك شوية واعترفت ان الرحلة دي كانت احسن مما توقعت، وبالليل استخبوا في قلعة قديمة مهجورة. وهانا وجيم ما كانوش عارفين يناموا من التوتر، فصحوا سيلينا وسألوها بتنام ازاي، فطلعت لهم دواء منوم ووزعت عليهم عشان يغيبوا عن الواقع شوية. الصبح جيم فاق ولقى نفسه لوحده تماما وبدأ يدخل في نوبة ذعر، لكن فجأة فرانك صحاه وطلع ان ده كان كابوس جوه كابوس. تاني يوم كملوا الرحلة وبدأوا يشوفوا مانشستر من بعيد وهي بتتحرق والدخان مالي السما. واخيرا وصلوا للحاجز العسكري اللي كان في رسالة الراديو. لقوا عربيات الجيش ومعداتهم موجودة، بس الصدمة ان المكان كان فاضي مفيش جندي واحد واقف يحرسه. سيلينا حست ان في حاجة غلط وقالت انهم لازم يمشوا، بس فرانك رفض يتقبل الهزيمة وفضل يدور في المكان وهو بيغلي من الغضب. وفجأة سمع صوت غراب قريب منه، ومن كتر غيظه ضرب السور اللي الغراب واقف عليه عشان يطيره. الغراب كان بياكل في جثة زومبي، ولما طار وقعت نقطة دم واحدة ملوثة في عين فرانك. في ثانية فرانك فهم ان حياته انتهت وبص لبنته هانا وقال لها بمنتهى الحزن انه بيحبها وانها لازم تبعد عنه دلوقتي. هانا حاولت تقرب منه وهي بتعيط، بس الفيروس بدأ يسيطر عليه وبكل غضب زق بنته بعيد عنه وهو بدأ يتحول لوحش. سيلينا صرخت في جيم اقتله حالا، وهي مسكت هانا عشان ما تترميش في حضن ابوها، بس جيم اتجمد مكانه وما قدرش يقتل الراجل اللي كان لسه صاحبه من دقايق. في اللحظة دي الرصاص نزل من كل حتة. عساكر ظهروا فجأة وصفوا فرانكو في ثواني. العساكر اخدوا جيم وسلينا وهانا لقصر ضخم ومتحصن في وسط الغابة، وده كان المقر الجديد لكتيبة صغيرة من الجيش قدروا يسيطروا على المكان ويمنعوا الزومبي من دخول. القائد ويست استقبلهم بابتسامة هادية وقدم لهم اكل وحمام دافي عشان يرتاحوا. هانا راحت في النوم من كتر التعب، وسيلينا انهارت من العياط قدام جيم، فجيم حاول يواسيها وبسها وهي في الاول استجابت له، بس فجأة استوعبت الموقف وهربت من الأوضة وهي متلخبطة. جيم راح للقائد ويست وسأله السؤال اللي شاغل بالهم، فين الحل اللي قلته عليه في الراديو؟ وهنا طلعت الصدمة. ويست ما عندوش مصل ولا علاج، هو شايف ان الحل هو التحصينات اللي عملها في القصر والاكل اللي في المخازن. ويست ورى جيم حاجة مرعبة، عسكري من رجالته اتحولوا لزومبي ورابطينه بسلاسل في حوش القصر عشان يدرسوه. جيم استغرب من القسوة دي، بس ويست قال له ببرود انا عاوز اعرف الزومبي دول بياخدوا وقت قد ايه عشان يموتوا من الجوع، يمكن يكون ده هو الحل الوحيد عشان ينقذنا فعلا. بالليل قعد جيم ومجموعته يتعشوا مع العساكر، بس الجو كان تقيل ومرعب. العساكر كانوا بيتعاملوا بخشونة وهمجية، والقائد ويست كان لابس بدلة عسكرية كاملة وقاعد يهين العسكري اللي عمل الاكل عشان غلط في حاجة بسيطة
بسيطة، وكمان بص لهانا وقرر بوقاحة انها هي اللي هتمسك شغل المطبخ الصبح. فجأة جرس الانذار ضرب والهدوء اتقلب لساحة حرب. العساكر جريوا لبره القصر وبدأوا يضربوا نار بغل واحترافية على قطيع الزومبي اللي كان بيهجم عليهم، واستعملوا اسلحة تقيلة وعملوا انفجارات خلصوا على مئات من الوحوش في دقايق من غير ما عسكري واحد يتخدش، وكأنهم بيستمتعوا بالقتل. اول ما رجعوا جوه واحد من العساكر اسمه ميتشل حاول يتعدى على سيلينا، فجيم اتجنن وجري عشان يبعدوا عنها، بس ميتشل بقوته وتدريبه العسكري وقعه في الارض وسحله، ومحدش قدر يوقفه غير واحد اسمه فاريل اللي ضربه عشان يسيبه. في اللحظه دي دخل القائد ويست وامر الكل يروحوا ينظفوا الجثث، واخد جيم على انفراد عشان يقول له الخلاصه. ويست اعترف بمنتهى البرود انه من كام يوم لقى واحد من عساكره وهو بيحاول ينهي حياته عشان مش شايف مستقبل اللي هم فيه، فعشان يرجع لهم الامل وعدهم بالستات، وقال لهم انه هيجيب ستات عشان يعيدوا بناء البشريه بعد ما الزومبي يموتوا من الجوع. وعشان كده اصلا بعت رساله في الراديو. جيم اتصدم وجري بسرعه عشان ياخد هانا وسيلينا ويهربوا، بس العساكر كانوا اسرع منه، ضربوهم وكتفوهم كلهم. فاريل حاول يدافع عنهم لانه رافض خطه ويست القذره دي، فالعساكر حبسوه هو كمان مع جيم. وهم محبوسين فاريل رمى كلمه لجيم غيرت كل تفكيره، قال له ان الفيروس ده مستحيل يكون عدى المحيطات، وان الاغلب ان العالم كله زي الفل وماسك نفسه، وانهم بس حاطين بريطانيا كلها تحت الحجر الصحي عشان الفيروس ما يخرجش بره الجزيره. الكلمه دي نورت في دماغ جيم وبدا يحس ان لسه في امل، بس الاول لازم يخلصوا من الوحوش البشريه اللي حابسينهم. الصبح طلع والعساكر ميتشل وجونز اخدوا المساجين للغابه عشان يخلصوا عليهم جنب كومه الجثث. فاريل قعد يلومهم انهم بيقتلوا قائدهم وحصلت خناقه بينهم. جونز كان عاوز يخلص ويضرب نار، لكن ميتشل السادي كان عاوز يستمتع وهو بيذبحهم بالسكينه. جونز فقد اعصابه وضرب نار عشوائي قتل فاريل وعور ميتشل في دراعه بالغلط. واثناء ما ميتشل وجونز بيشتموا في بعض جيم استغل اللحظه دي واختفى. العساكر قلبوا الدنيا عليه، بس جيم طلع اذكى منهم ورمى نفسه وسط كومه الجثث وعمل نفسه ميت. بعدها استنى اللحظه المناسبه ونط من فوق السور وهرب وساب قميصه مشبوك في السلك. العساكر لما شافوا قميصه قالوا سيبوه، كده الزومبي اللي بره هياكلوه، مستحيل يعيش لوحده. وهو بيجري في الغابه جيم اتكعبل ووقع على ظهره، ولما بص فوقيه شاف المعجزه، طياره نفاثه طايره فوقيه. اللحظه دي كانت تاكيد ان فاريل كان صح، العالم بره لسه بخير ومحدش نسي بريطانيا. في القصر العساكر بداوا ينفذوا خطتهم القذره واجبروا سيلينا وهانا يلبسوا فساتين سهره عشان ليله التكاثر. سيلينا حاولت تقاوم بس فهمت ان القوه مش هتنفع، فغيرت خطتها وبدات تتمسكن وباست واحد من العساكر واتدلعت عليه وقالت له بصوت هادي سيبونا نغير في هدوء ونجهز نفسنا. العساكر طمعوا وخرجوا فعلا، وفي ثانيه سيلينا طلعت المنوم وادته لهانا عشان يتغيبوا عن الواقع وما يحسوش بالبشاعه اللي هتحصل له. العسكري سمعهم ودخل وهو بيشتم، بس فجاه جرس الانذار ضرب في القصر كله. طلع ان جيم ما وصلش للزومبي ده، وصل للحاجز العسكري وبدا يضرب الانذار بمزاجه عشان يجنن العساكر ويشتته. جيم رجع، بس المره دي رجع ككابوس ليهم. القائد ويست ما كانش متخيل ان جيم اللي سابوه يموت في الغابه هيرجع لهم زي الشبح. ويست اخد معاه عسكري وراحوا يدوروا عند الحاجز، بس جيم كان عامل زي الصياد، اتسلل من ورا العسكري وخلص عليه في صمت. ويست لما ما لقاش زميله قعد يلف حوالين نفسه لحد ما لقى جثه هامده جوه العربيه الجيب، فبدا يضرب نار بعشوائيه وهو مرعوب. حاول يهرب بالعربيه بس لقى جيم عطلها له، وفي ثانيه هجم عليه زومبي من فوق العربيه. ويست قتله وبدا يصفي في باقي القطيع اللي هجم عليه، وبعدها طلع يجري زي الفار على القصر. في الوقت ده جيم كان سبق ويست ووصل للقصر، بالرغم انه معاه سلاح سرقه من الجيب الا انه فكر في خطه اذكى بكتير. راح للعسكري الزومبي اللي كان مربوط في الحوش وفك السلاسل بتاعته. الوحش انطلق وساب القصر كله ودخل من الشباك زي الصاروخ على العساكر اللي كانوا بيحرسوا البنات. الفوضى بدات، الزومبي هجم على واحد من العساكر ورجع دم في وشه، وبعدها طلع يجري ورا جونز. العسكري اللي اتعور بدا يتحول هو كمان في ثواني وبقى فيه وحشين جوه البيت. سيلينا استغلت الهرجله دي وسحبت هانا وقرروا يهربوا، بس الطريق اتقفل في وشهم بميتشل السادي اللي كان مستنيه. وفجاه جونز عدى من قدامهم وهو بيصرخ والزومبي وراه. ميتشل بعت العسكري اللي معاه يساعد جونز وقرر هو يفضل مع البنات عشان يخلص ليله التكاثر اللي كان بيحلم بيها. مش فاهم ان جيم واقف ورا الستاره ومستني لحظه الانقضاض الاخيره. جونز استخبى في المطبخ وهو مرعوب، والزومبي كان خلاص هيجيبه لولا ان صاحب ميتشل ظهر عشان يضربه بالنار، بس يا ريته ما ظهر. الزومبي الجديد هجم عليه وعداه هو كمان في ثانيه. جيم كان واقف بره الشباك بيتفرج بدم بارد وابتسامه نصر، والوضع جوه بقى جحيم. جونز استخبى في دولاب وقعد يعيط من العجز. واول ما الزومبي خرجوا جونز حاول يهرب، بس جيم كان مستنيه وخلص عليه في مكانه من غير رحمه. جيم دخل من باب سري واستخبى من الزومبي اللي ماله المكان وطلعوا على
السلالم. فوق هانا استغلت الفرصة وهربت من ميتشل ودخلت أوضة اللبس، لقت صورة أبوها وسط حاجاتها فدموعها نزلت، بس سمعت صوت زومبي بيقرب فعلى طول استخبت ورا مراية كبيرة. الزومبي دخل واتلخبط لما شاف انعكاس صورته في المراية وخرج وسابها. جيم فضل يلف في القصر بيدور على البنات ودخل أوضة لقى فيها عسكري مستخبي بمنتهى الرعب لأن الرصاص اللي معاه خلص. العسكري قعد يتوسل لجيم إنه يساعده، بس جيم بصله باحتقار ونط من الشباك وسابه للزومبي اللي أكله حي. وبسرعة جيم طلع على السطح ومن هناك لمح الأوضة اللي ميتشل حابس فيها سيلينا وفعلا بيكون بدأ يتهجم عليها. وجيم ما ضيعش ثانية واحدة، كسر الشباك ودخل زي الصعقة عشان ينهي قصة ميتشل للأبد. ميتشل أول ما شاف جيم سحب سيلينا وخلاها رهينة، بس جيم ما فرقش معاه ونط عليه زي الوحش وخلاه يسيب سيلينا وبدأ يضربه بغل مش طبيعي. ميتشل ملحقش حتى يقاوم فجيم رزع راسه في الحيطة ورماه في الأرض وفقع عينيه بإيده من كتر الغضب. سيلينا لما شافت العنف ده اتخضت ورفعت السيف بتاعها وكانت هتخلص على جيم فاكرة إنه اتحول لزومبي، بس جيم بصلها بهدوء وأثبت لها إنه لسه بشري. وفي وسط الدمار ده أخدوا بعض بالحضن. فجأة هانا ظهرت ورزعت جيم بالفاز على دماغه هي كمان فاكراه اتصاب. لحسن الحظ جيم كان تمام والتلاتة جريوا بسرعة بره القصر الملعون ده ووصلوا عند تاكسي فرانك، بس اتصدموا إن القائد ويست مستنيهم جوه ومعاه مسدسه. ويست صرخ إنه هينتقم لرجالته وضرب نار على جيم وفعلا قدر إنه يسيبه. هانا بذكاء وسرعة بديهة ركبت التاكسي ورجعت بيه بظهرها بقوة ودخلت في قلب المبنى عند الشباك اللي كان فيه الزومبي المربوط. الزومبي المحبوس كسر ازاز العربية وسحب ويست لورا عشان ينتقم منه شر انتقام. وفي اللحظة دي هانا طلعت تجري بالعربية واخدت جيم وسلينا معاها. هانا كسرت بوابات القصر المحصنة بالتاكسي وطارت بيهم بعيد. بعد 28 يوم كمان بنشوف جيم وسلينا وهانا عايشين في كوخ صغير وسط الطبيعة في الأرياف. سيلينا كانت شغالة بقالها فترة بتخيط قطع قماش ضخمة مع بعض وفجأة سمعوا صوت طيارة نفاثة معدية فوقيهم. التلاتة جريوا بره ومعاهم القماش وفرشوه على الأرض وطلعت سيلينا عاملة كلمة هلو بحروف عملاقة على الأرض. الطيار شافهم ورجع بالطيارة عشان يبلغ عن مكانهم وينقذهم أخيرا. جيم وسيلينا وهانا نجوا فعلا، بس هل يا ترى العالم هيقدر يسيطر على الفيروس ولا اللي جاي في فيلم 28 ويكس ليتر هيكون هو فعلا النهاية الحقيقية؟ تابعنا عشان تعرف في الجزء الجاي اللي هينزل ايه اللي هيحصل في العالم ده. ويا ريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.